تعالى أقولك تعملي إيه في لية الخروف في العيد. اوعوا تكونوا بترموها، هتعملي منها أحلى سمنة تشوحي فيها الشاورما، البرجر، تعملي بيها كفتة الحاتي، السجق. بقطعها المكعبات صغيرة بالشكل ده، ممكن تفرموها في المفرمة. لو هتفرموها في المفرمة فرم ناعم يبقى تغسلوها الأول بالمية والملح وبعدين تفرموها. أنا قطعتها مكعبات وغسلتها بالمية والملح كويس وصفيتها وحطيتها في الحلة بتاعتي 10 دقايق على نار عالية لحد ما تبدأ تسيح وتبدأ تبقبق كده معانا، وهدوا النار. وجبت كمان البيف تالو اللي هي دهنة الكلوة دي، هتلاقيها عند الجزار، تعملي منها أحلى خزين سنوي يكفيكي السنة كلها من السمن البلدي، سمن اقتصادي. بقطعها برضو وبغسلها بالمية والملح وبحطها في الحلة بتاعتي على نار عالية. وبعد نص الوقت بحط لكل 3 كيلو من الدهن كيلو من الزبدة البلدي، سواء جاموسي أو بقري اللي بتستخدميه. دهنة الكلوة ملهاش ريحة أو طعم، يعني تعتبر زيت، بس زيت طبيعي مش مهدرج، وما بتديش نكهة وحشة خالص في الأكل. بالنسبة بقى للية الخروف أنا بنكهها بالحبهان والقرنفل والمستكة وورق اللورة، لكن دهنة الكلوة بضيف لها السمن البلدي لو ما عنديش زبدة في آخر غلوة، بعد ما الاقيها كده اتحمرت والدهنة طافت كده على الوش تعرفي انها خلاص استوت، ونزلت كل السمن اللي فيها. تصفيها كويس وتسيبيها تهدى كده وتصفوها تاني وانتوا بتحطوها في البرطمان عشان تتأكدوا ان ما فيهاش اي فتافيت. برطمان معقم تسيبوها تبرد وبعدين تغطوها لوقت الاستخدام. بقى شوفوا لي الجمال وشوفوا فرق الألوان ما بين لية الخروف وكمان ما بين دهنة الكلوة. وبس كده.